لو هتستقبل شغل على الواتساب بتاعك ما ينفعش الصورة بتاعتك تكون كده أو كده أو حتى كده. ناس كتير مش بتفصل بين الواتساب الشغل والواتساب الشخصي بتاعهم عشان أسهل لهم، وبشوف ده كتير مع الناس اللي بتشتغل فريلانس أو ريل استيت ايجنتس. في الحالة دي لازم تراعي جدا الصورة اللي انت حاططها. مش بقولك حط صورة ببدلة وكرافتة، بس الجزء ده يفضل يكون كروبت وهو ده اللي شايفينه، والصورة تكون بوشك as simple as that. بلاش صورة بالمايو، الشباب العضلات اهو البنات حتى، بلاش صورة بالسيجارة والدرينك، وبلاش حتى بوز غريب. وانا هنا مش بتكلم عن الصح والغلط، انا هنا بكلمك ببساطة عن المهنية. ليه تدي الكلاينت بتاعك انطباع عنك من قبل ما حتى يكلمك؟ وليه تدخله في حياتك الشخصية واللايف ستايل بتاعك وصحابك؟ انت كده هتخلق عنده بايس بدون اي داعي، وفعلا مش هيكون في مصلحتك. تفتكروا صور الواتساب من النوع ده حرية شخصية ولا ضد المهنية؟ Let's know about it.